انتي لقيتي جوزك كده، ما كنتي تهدي واقعدي في بيتك، شوفي حالك، شوفي جوزك، انتي متجوزه ليه؟ طبعا انا جوزي اتاخد غدر بسبب طالبه. لقيتي جوزك كده بتستفزيه ليه؟ ليه تطلعي من الدرس تتصلي على جوزك تقولي له انا رحت الدرس ومش وريني هتعمل ايه؟ ليه؟ انا جوزي ذنبه ايه في انت استفزازك لجوزك؟ انك انت عايزه تثيري الغيره غيره جوزك، انا جوزي ذنبه ايه؟ ليه جوزي يتاخد في الرجلين؟ وده غير ان هو اتصل على مدرس تاني صاحب جوزي برضه وهدده، قال له اياك تدخلها عندك الدرس، قال له برضه نفس الكلام. جوزي عشان خاطر ما كانش بيخاف وما كانش مدي اخوانا انه ممكن يحصل فيه كده او ان الموضوع يتطور، ان عشان خاطر مراته بتروح درس عنده ان يقتله، فكان بيتكلم بقلب جامد. لا انت احكم على بيتك وعلى مراتك، فعلا انت كنت تحكم على بيتك، احكم على مراتك، كنت روح اضربها، روح اعمل فيها اللي انت عايزه، انا جوزي ماله؟ وانتي لقيتي جوزك كده، ما كنتي تهدي واقعدي في بيتك، شوفي حالك، شوفي جوزك، انتي متجوزه ليه؟ لما انتي متجوزه وعايزه تروحي ده وتعملي ده وتعملي ده، ايه ذنب جوزي؟ انا ايه ذنب جوزي في كل ده؟ انا جوزي مالوش ذنب غير ان انتي عشان خاطر غير جوزك عليكي موتيه ويتمتي ولاده، ويتمتيني انا، يتمتي مراته ويتمتي ولاده، تبقى اكبر طفل عندها 8 سنين.